السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ كي داير صحتكم؟ كلشي بخير على خير الحمد لله. حبيباتي الغاليات، الموضوع ديال اليوم جد حساس بزاف وعاد، ولاني لقيت من واجبي انني نتكلم فيه. كل ما حطيت شي فيديو من هذا النوع كتخرج لي واحد اختي شقيقه، كلكم بناتي واخواتي، وهاد الاخت ديالي الشقيقه اختي الكبرى كتقول لي سوبريمي الفيديو. هاد الفيديو ما بغيتوش يبقى في القناه ديالك. تنقول لها ودي الحبيبه ديالي، راه ربي اللي عالم، انا بغيت نمرر من خلاله واحد الرساله ونعطيه وصفه، لان هذا المشكل واخا هو طابو ولكن كاين مشكل في وسط المجتمع. وانا شخصيا انا توريا عراش راه تلاقيت وعاشرت واحد 3 الاسر كلهم كيعانيو من هذا المشكل. والاسره الرابعه كانت عبر القناه ديالي. واحد السيد كان صيفط لي واحد الرساله. انا نقول لكم هذا الموضوع شنو هو. هذا الموضوع هو حول العلاقه الحميميه بين الزوج والزوجه. وهذا الموضوع حبيباتي كيشكل واحد المشكل كبير. شحال هادي فاش كنت صغيره كنا مصادقين حنايا واحد السيد مع مرته، مزوجه انا وكانت عندي واحد البنيته، وكان الصديق ديال راجلي حتى هو مزوج وعنده وليدات. المهم حبيباتي دانا واحد النهار لدارهم مراكش لدارهم وداك الشيء، تلاقينا خوه حتى هو مزوج الحمد لله بوليداته. السيده والسيد اللي هو خوه ومرت خوه كانوا كيمشيو للطبيب، ديما كيمشيو للطبيب. واحد المره احنا كنا كنمشيو عندهم، مره كنمشيو عندهم كنلقاهم سبحان الله كتجي مصادفه تيقول لك راه مشاو للطبيب ولا جايين من الطبيب ولا هذا. واحد المره قلت لها ما يكون عندك باس حبيبه وداك الشيء، وهي بقات مسكينه كتعاود ليا قالت لي ودي راه عندي انا البرود وعندي مشكل كبير وعندي وهذا، ودابا تنتبعوا عند الطبيب باش يشوف لينا شي حل، وراه حيدنا القهوه حيدنا اتاي حيدنا المهم شي حوايج. المهم حبيباتي خليو هاد القصه بين هاد المراه وهذا الراجل. المهم تبعوا عند الطبيب، تنتمنى من الله ان يعطيهم شي نتيجه. الحاله الثانيه ديال واحد السيده تنعرفها، كانت زوجات البنت ديالها ومشات للطاليان، مشات لايطاليا. الزوجات كان راجلها عنده هذا المشكل، عنده عدم القدره، عنده برود، عنده المهم. هاد السيده تقول لها ماماها واش حملتي امضره؟ راك عارفين الامهات تيبغيو بناتهم يحملوا. ماما ما كاين في التالي قالت لها ودي راه ما كاين والو، راني باقا ما كاين حتى حاجه. صبرات الام، صبرات في التالي قالت ليها غير رجعي في حالاتك. تصوروا ان يعني وداك الشيء راه كيداوى، راه عنده اعشاب، عنده الدواء كما داروا اللوكا الاول اللي مشاو لعند الطبيب، يعني عنده الحلول. علاش تتسد ديك الباب في مره مجرد ان الزوج كيكون عنده داك المشكل ولا الزوجه كتكون عندها داك المشكل. الحاله الثالثه كانت ديال واحد الزوج كان هضر معايا في القناه، وكان المشكل عند الزوجه ديالو، وطلب مني واحد الوصفه وقال لي عافاك واش ممكن نعطيها هذه الوصفه بلا ما تجيب هي الخبار. يعني هو مسكين تفاديا باش ما يجرحهاش بغى يعطيها غير الوصفه، مثلا شي اتاي شي حاجه بحال هكا بلا ما تجيب هي الخبار وتسلك المشكل. قلت له ودي راه ما يمكنش تعطي للزوجه ديالك واحد الوصفه غتاكلها بالتخبيعه عليها، خاص على الاقل الموافقه ديالها ديرها هي ولا ديرها لا انت، المهم تكون هي متفقه. هاد الحاله حنا دوزناها. الحاله اللي اثرت فيا اكثر هي الحاله ديال واحد الصديق ديال الزوج ديالي، كان مريض، عنده النقص في القدره، عنده البرود، عنده وليدات الحمد لله بعدا اللي ولد هذوك الوليدات، عنده الزوجه ديالو، الزوجه صبرات اليوم غدا بعدو، اليوم غدا بعدو، اليوم غدا بعدو، صافي ما بقاتش باغيه تزيد مع الزوج حتى ساعد المكانه. سمحات في الوليدات، سمحات في الزوج حتى هو. الزوج تعذب، ما بيدو يطيب لوليداتو، ما بيدو قابل وليداتو، ما بيدو مسكين عنده ابنياتو كبروا وقراهم على برا، قراهم في الخارج، وتكلف وتسلف وجمع الفلوس وصيفط هذوك البنيات يقراو، والاخرين اللي بقاو معاه راه مقابلهم. يعني تعذب. وفوق ما هادشي كامل ما كاينه لا زوجه لا ام لا يديك لا يخليك، كاين غير الله سبحانه. فهذا مسكين هو اللي بقى فيا بزاف. تزادت الحاله ديالو مع الكريديات كثروا عليه، مع الحاله النفسيه ديالو، مع المراه هربالو من الدار. في التالي مسكين مرض، ما كملت السيمانه داو حبابو للسبيطار وتوفى الله يرحمه.
من جات المراه حتى الناس اللي مشاو يعزيوها نقموا عليها، بحال حقدوا عليها، بحال قالوا لها انت السبب، انت ما صبرتيش معاه، انت. هو ما قالوهاش ولكن عينيهم جالسه، تصرفاتهم جالسه، حتى ديك الفلوس اللي ديال التعزيه اللي موالفه كتشدو الزوجه. وانا نيت عزيت فيه الله يرحمه مسكين، جمعوا ديك البركه من الاصدقاء من صحابه من الناس اللي كيعرفوه، جمعوا داك الشيء وعطاوها لبنته. من هنا تنقول لكم حبيباتي الغاليات، راه كاين الدواء ديال البرود، كاين الدواء. وحتى اللي بغات تحمل وراجلها يعني كان ضعيف بديك الناحيه غيتقوى ان شاء الله الرحمن الرحيم وغتحمل باذن الله عز وجل. بناتي الغاليات، لا حياء في الدين. الا كان الزوج ديالك عنده مثلا عدم القدره مثلا باش تحملي، كان مثلا عنده واحد النقص، كان عنده واحد الورود، كان عنده شي حاجه من هذا النوع هذا، راه الحل ساهل. كتجيبي الحريقه تكون حرشه، عرش واحد الحريقه، وكتشديها وكتغسليها، راه كتسك شويه، غديري الليكات وغتغسليها بالماء عادي، وغتحيدي لها الوريقات ديالها، وغتقطعيها بحال القزبر ومعدنوس، دقيها في المهراز ولا طحنيها بحال ديريها له في الصوبه، ديريها له في الحريره، ديريها له اتاي بلا ما تطحنيها، بلا يشدي ديك العرش غسليه وديري فيه اتاي، ديري هكا بحال كديري اتاي، بحال كديري لي تيزان، ديري في البراد وكبي عليه الماء طايب سخون وخليها تغلى واحد شويه بحال تشحر. الا كان كيشرب مسوس ما عندوش مشكل معاه، عطيها له هكاك. الا كان كيبغي الحلاوه ديري له شويه د العسل الحر، يكون حر حبيبتي الغاليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما دوز واحد الفتره، نقول لك ما بين 10 ايام ما كاملاش، 10 ايام 15 يوم، وتيعطي بعد هذه الوصفه راه كتعطي النتيجه في الحال. يعني من اول استعمال انا عارفه اش نقول، من اول استعمال حبيبتي، فهمتيني؟ ولاني تما كنبقاو عاوتاني على حسب كل شخص والمشكل اللي عنده بالضبط. يعني واش عنده واحد مثلا، فهموني، واش البرود شويه بزاف موين، فهموني حبيباتي الغاليات. وغتحملي باذن الله عز وجل. تبعيها، الا درتيها واحد 10 ايام راه مخيره ان شاء الله بحول الله، غتحملي في اقرب وقت ممكن. حبيباتي الغاليات، كنتمنى من الله عز وجل باش تحملوا في اقرب وقت ممكن، وكنتمنى لكم الصحه ولهنا راحه البال. وما بقى لي نقول لكم خليتكم الراحه وبسلامه عليكم.